تعال احكي لك عن مشوار المصريين في سي اي بي نيو جيزه بريمير بادل بي 2. اول يوم في الكوالي كان في حوالي 20 لعيب رجال وحوالي 9 سيدات. اول حاجه لذيذه حصلت ان كان في فريقين اون سايت سجلوا ودخلوا الكوالي من الويتنج ليست. الفريقين دول كانوا عمر نديم وياسين فتح الله، والفريق الثاني كان عادل الصح ومعاه باسل الجندي. الفريقين طبعا خسروا في الكوالي من اول راوند، بس بنحييهم على شجاعتهم ان هم يدخلوا البطوله. نظير والناسي اتاخدوا ووك اوفر، ولما تواصلنا معاهم عشان نعرف السبب عرفنا ان هم اتلخبطوا في الميعاد. عمر جلال ما ظهرش هو واللعيب بتاعه البولندي، وبالتالي حمامي وكريم بلتاجي خدوا ووك اوفر ووصلوا للراوند اللي بعده في الكواليفيكيشن. وعرفنا من مصادرنا ان عمر جلال بيلعب بطوله ثانيه في تركيا اف اي بي، وكمان علي زغلول والبارتنر بتاعه كسبوا اول ماتش في الكوالي ووصلوا للدور الثاني في الكوالي. وبقيه المصريين الرجال كلهم خسروا في الكوالي في الدور الاولاني، وبكده يبقى معانا 3 لعيبه في الدور الثاني للكوالي: علي زغلول مع البارتنر الاسباني، وحمامي ومعاه كريم بلتاجي. وبكده يبقى خلص اليوم الاولاني في الكوالي. نروح لليوم الثاني اللي شهد مشاركه البنات في اول راوند كوالي. الراوند الاولاني للكوالي في الومن كان بمشاركه 9 لاعبات مصريات. ابتدينا بنهى عمرو ونور فياض الله، وخسروا الراوند الاولاني من الثنائي الالماني الهولندي. دليلة الشاعر ويسرا حجي كسبوا في الراوند الاولاني. فريده عثمان وفاطمه تامر. ايمان متوالي ودي مصريه برضو مش عايشه في مصر، ما بتلعبش في مصر عاده، كسبت مع بارتنر اسباني راوند 1 في الكواليفيكيشن وومن. واخيرا ميار توفيق ورضينا فتحي خدوا ووك اوفر في راوند 1 على الثنائي الاسباني اللي هم سيدد 7 على الكواليفيكيشن. وفي الراوند الثاني في الكوالي للرجال زغلول مع البارتنر الاسباني خسروا من الثنائي الاسباني السيدد رقم 3 على الكوالي، مع العلم ان زغلول كان بيلعب باصابه في ظهره وعنده تمزق. اما اخر مشاركه للرجال في الكوالي فكانت حمامي وكريم البلتاجي. الاثنين عملوا ماتش حلو قوي، وللاسف خسروا من الثنائي البرتغالي. وبكده خلص ثاني يوم في الكوالي وانتهى معاه مشوار المصريين الرجال في الكوالي. وفي اخر راوند في الكواليفيكيشن وومن كان عندنا دليلة ويسرا حجي وللاسف خسروا. من الناحيه الثانيه كان عندنا ايمان متولي وبرده خسرت مع البارتنر الاسباني. واخر فريق كان فاضل هو رضينا فتحي وميار توفيق، وللاسف بسبب اصابه رضينا فتحي انسحبوا من الماتش، واللي كانوا هيلعبوهم خدوا ووك اوفر ووصلوا للمين درو. والنهارده في المين درو كان عندنا مفاجاه: ايمان متولي اتاهلت للمين درو مع البارتنر الاسباني كلاكي لوزر، ولعبت ماتش كان ماتش جامد جدا وللاسف برضه خسرت. والناحيه الثانيه كان عندنا مورا وليلى لعبوا ماتش حلو قوي قوي وللاسف برضه خسروا. واخر ماتش معانا النهارده كان يوسف حسام وجورج واكين اللي لعبوا قدام سيدد 4 في البطوله مايك يانجوس وكوكي نيتو، وخسروا الست الاولانيه 6-1 والست الثانيه عملوا ماتش رائع وخسروا للاسف 6-4. وبكده يبقى انتهى مشوار المصريين في بطوله سي اي بي نيو جيزه بريمير بادل بي 2. تابعونا عشان تتفرجوا على الانترفيوهات اللي عملناها مع اللعيبه المصريين في البطوله. واحنا في قناه بابا المجال بنوعدكم دايما بتغطيه جامده في كل الاحداث في البطولات الخاصه بالبادل في مصر وبره مصر. نشوفكم قريبا مع تغطيه اخرى.